السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المحشية بالفريك على طريقة امهاتنا. اللي معاه عايشة يبوس ايديها، واللي امه توفت يترحم عليها. واسألكم الدعاء لامي ان هي ربنا يرحمها ويحسن اليها يا رب. معانا النهاردة نقعين الفراخ قيمة ساعة في الخل والليمون يعني غسلينها كويس ونقعينها. ومعانا الفريك. هتعملي الفريك، هتحطيه على النار، هتكوني نقعاه. تنقعيه الأول ساعة كده، وتصفي منه المية، يعني تغسليه وتصفي منه المية وتسيبيه بقى هو بينفش. وبعد كده تحط عليه معلقتين زيت أو معلقتين سمنة وشوية ملح وتقلبيه. بس كده، يعني بكل بساطة، لا فيها فزلكة ولا فيها اي حاجة، وبيطلع الطعم خطير. انتوا عارفين طعم زمان بقى. فمعانا اهو الفراخ، نحشيها كويس قوي. تقعدي تكبسي فيها كده عشان الفريك يدخل في كل مكان. انا مش بحشي الجلد صراحة، عشان ساعات الفريك بينفش يعني بتتفلت منه. انا بحب اسويها قوي، فالفريك بيتفلت منه، فبحشيها من جوه بس. اهو هنربعها كده في الفتحة اللي من تحت دي. نحط الرجل الاولانية والرجل التانية كده بنفس الطريقة، بكل سهولة، سهلة جدا. هنحشي الزقلة بتاعتها، بتبقى خطيرة جدا وجميلة. طبعا البنات المبتدئة و... وفي ناس كتير طبعا مش بتعرف تحشي الفراخ، فهي طريقة سهلة جدا ليكي، فهتلاقيها يعني بكل بساطة وما فيش اي مشاكل. ده اللي بالفريك. اما بالرز بقى ده يعني حاجة تانية، لان يعني مرة نعملها تاني ان شاء الله. انا عملت لكم الفراخ قبل كده في الكيس الحراري، كانت تحفة. النهاردة بنعملها بالفريك اهو. نحشي الزقلة كويس قوي، بس ما نكبسهاش قوي عشان برضو ما تفلتش مننا. بنربطها بخيط كده عشان الفريك ما يطلعش منها. لو في قطع في اي حاجة بنخيطه بالابرة. في ابرة انا عاملاها مخصوص، تعملي ابرة مخصوص للحاجات دي، تشيلها في المطبخ. بتخيطي القطع اهو زي كده. لو بتاع الفراخ جايبها لي مقطوعة كده، فايه لازم نخيطها عشان الفريك او الرز او ايا كان ما يطلعش منها. نحب المطبخ، هنلاقي المطبخ كده ايه سهل معانا لما ندخل المطبخ كده. حاجتنا نعملها وننظمها ونرتب كده حاجتنا عشان ما نبقاش ملخومين. طبعا بكلم البنات اللي لسه متجوزة جديد. ب ب يعني تبقى في نظام وخطوات عشان الحاجة تطلع سهلة وتحبي تدخلي المطبخ. لكن لو كركبتي نفسك وكركبت الدنيا وكده، يعني الواحدة هتقفل من المطبخ من اولها، وهتلاقي الدنيا ايه مش مظبوطة معاها. لكن لو نظام وترتيب هتلاقي الدنيا حابة انك انت تدخلي المطبخ وتعملي لبيتك وجوزك واولادك. يعني الحاجة بحب. الحاجة لما تطلع بحب بتلاقيها طالعة يعني طعمها جميل وفي منتهى الجمال. يعني طبعا انتوا عارفين اكتر مني. اهو نحشي التانية. انا بوريكم يعني تاني عشان اللي ما شافش يشوف كويس. اهو بندخل الورك كده، والتاني بكل سهولة. بس هي بتتزحلق بس منك، بس تملكيها خلاص. بنحط القنصة كده عشان لو في فريك ولا حاجة ما تطلعش منها. بنبقى طبعا مسخنين مية
على النار. اوعي تحطيها في ميه بارده على النار، لازم تسخني الميه كويس وتحط فيها شويه ورق لورا، طماطمايه، كده جزرايه اللي عندك تحطيه عشان ريحه الشوربه تبقى جميله وحلوه. اهو حطيناهم في الميه السخنه، بنسيبها يعني عينك عليها، تحط المعلقه كده تشوفيها استوت خلاص. بنسيبها قد مثلا لو موطيه النار ساعه الا ربع. ويا ريت توطي النار عشان الرز ما يتفلت، الفريك ما يفلتش من الفراخ. تهدي النار خالص عليها. معانا معلقتين سمنه، معلقتين صلصه بنقلبهم، ورشه ملح ورشه فلفل اسود عشان ندهن الفراخ بيها. دي بتديلها اللون وبتديلها برضو طعم جميل. ندهن الفراخ كويس من تحت ومن فوق وكل الجناب بتاعتها. عاوزه اقول لكم طعمها بيبقى جميل جدا، لا نحشي بصل بقى ولا نتبل ببصل ولا الكلام ده. يعني في ناس طبعا يعني بتحب التانية، لكن انا بتكلمكم على دي بيبقى طعمها جميل جدا، وبتحسسك بطعم زمان وايام زمان، دماغك ترجع بقى لايام زمان كده. اهو بندهنها، بنبقى مسخنين الفرن، بندخلها الفرن لحد ما تتحمر وشها. لو ما حمرتش بسرعة بتدور الشواية. انا شغلت الشواية عليها شوية اهو، بوريك بفتح لكم واحدة. الفريك جوه تحفة تحفة، الولاد بياكلوه قبل ما نطلع من المطبخ عندي. وبالهنا والشفا، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وبشكركم جدا على متابعتكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.